انت عارف الفرق بين ده وده 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 وده؟ انت كعميل طبعا فاكر ان كلهم واحد وبنروح نطلب الاوردر على اساس ان هو واحد. بالحقيقه كل اللي انا وريته لك دول فرق بينهم 500 جنيه، ولو انت بتعمل مطبخك يبقى الفيديو ده يخصك انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي ما يعرفناش، انا عمر الجوهري وانا مش صانع محتوى خالص. عنواننا عزيزي النهارده عن الالموتال، بالتحديد هو صنايعي الالموتال. عايز احكي لكم قصه صغيره كده وهو بعنوان سامح الشاب المكافح. سامح حب الالموتال جدا واشتغل عند ناس كتير في مهنه الالموتال، بس كان دايما بيشوف ثغره صغيره عزيزي. كان دايما بيشوف ان انا ممكن اجيب قطعتين الموتال قطعه وقطعه عزيزي. الراجل اللي كان شغال معاه هو كان بيتقي ربنا وكل حاجه، بس كان بيكسب ازاي عزيزي؟ وهو اللي كان بيتفق مع العميل على جزئيه، والعميل هو ما يعرفش اي حاجه خالص غير ان هو اتفق على مطبخ كويس. فسامح اتعلم الشغلانه وابتدى يفهم اصول المهنه وطور جامد، ولقى الثغرات اللي الناس بتقع فيها وبالفعل تفاداها وعمل عملاء كتير وربنا يزيده بقى عنده شركه. فالمطبخ مهم جدا والالموتال مهم جدا لتنظيم ادواتنا المنزليه. النهارده انا كعميل لو انا مش بتعامل مع حد بيراعي ربنا في موضوع الالموتال، فده عندي اتنين لا علاقه بالالموتال، بس ده فايبر 1 مللي، بص الجزئيه، لكن ده فايبر 2 مللي، وكمان عندنا الفايبر اليو في، وكمان عندنا الالموتال الكلادنج. لكن لو انت معاك حد يراعي ربنا هيفقه كل شيء، لان ممكن يكون الفرق بين الاتنين حتتين نفس القطعه بالظبط ونفس اللون ونفس الشكل وكل حاجه، بس دي ب 500 جنيه ودي ب 600 جنيه. فاللي هيراعي ربنا في زبونه اللي هو حضرتك، عايز يقدم لحضرتك الخدمه اللي بتطول عمرها، ولو وفر لك جنيه بيبقى هدفه ان هو يكسب حضرتك. ما ينفعش الغش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ودي مش دعايه للناس، ولكن ربنا يرزق الجميع، احنا بس بنشاور على الشغلانات. وعايزك دايما تتابعني وكل يوم معلومه هادفه وجديده. وسلام.